نسخة 25 تكملة الجزء التاني بتاع الشرح. بعد كده ان شاء الله نعمل ابجريد للنسخة 6/34 وان شاء الله هنكركها برضو من على الموقع بتاعها. نتابع مع بعض. طبعا استخدمنا النسخة، نفتح المين بوكس نجيب النسخة اللي هي 25 اهي وادمن وكونكت. تمام. هيقول لي W5AY LH9 الاي دي بتاع النسخة 23 هاورز. نفتح بقى ننسز. هنيجي هنا يا جماعة، اهم جزئية انا بشرح من على اللاب بتاعي. ممكن تعمل على الجهاز بتاعك الكمبيوتر اللي تكرك من عليه النسخة يكون الجهاز بتاعك فيه كارتين نت وتكون واخد من الراوتر مباشر. كارت يكون واصل من الراوتر مباشر ليك والكارت التاني يكون واصل في الميكروتك. تمام. الجهاز بتاعك يكون واصل نت مباشر من كارت، الكارت التاني يكون واصل في الميكروتك عشان يدي الميكروتك نت اونلاين. طيب نعمل ابديت للنسز كده يا جماعه. تمام. هل كده شيت كده هل مفيش كي عليه تاني، مفيش الخطأ في الكيف المفتاح. طب يا جماعه هنكريت النسخه اهو. هناخد المفتاح بتاعنا اللي هو ان شاء الله بتاع التكريك النسخه اللي هو مش المفتاح ده، هو المفتاح المطلوب ده للنسخه 25. هنديله مفتاح تاني ان شاء الله اهو موجود عندنا اللي هنعتمد عليه او نشتغل عليه. ده المفتاح ان شاء الله اللي كريت النسخه اللي هتحصلنا عليه وعرفنا نكريت عن طريقه بالمفاتيح اللي جواه. اهو هنجيب المفتاح اهو يا جماعه اللي هو المفتاح ده. دي المفتاح اللي هو بتاع نسخة 25 واللي احنا عدلنا فيه اهو. المفتاح التاني اللي هو بتاع نسخ 6 والتعديل بتاعه. تمام. هقول ريبوت. كده النسخة بتعمل ريبوت يا جماعة، هي بتأثر. أول ما تفتح معايا إن شاء الله في الكمبيوتر هنسمع صوت الصفارة. تمام. فتحت كده يا جماعة اهي. هندخل تاني كونكت. قال لي المفتاح بتاعك السوفت وير اي دي هو W5YALH9. تمام. قال لي فول سبورت ان كده اوكي موافق. كده يا جماعة المفتاح اتفعل اهو. هنيجي هنا هنجيب اللينسز تاني هنعمل له ابديت تاني لينسز كي. تمام. كده تمام. جايب المفتاح بتاع الابديت بتاعه نقول له يس. هعمل ريبوت تاني عشان المفتاح بس يتغير يا جماعة. بقول لك ليه في الواحد هنا اهو بنفس المفتاح فانا بغرك التكريك بتاعه ان شاء الله. تمام. فتحت معانا اهي. هنفتح تاني نسخة. اوكي. هنجيب اللينسز تاني اهو ليفل 1 W5A اهي يا جماعة المفتاح بتاعنا اهو. تمام. هنعمل بقى ابجريد للنسخة. هنجيب فايل وهنفتح الموقع بتاع الميكروتك. نجيب ملفات منه اخر تحديث او اخر نسخة احنا ايا كانت النسخة اللي احنا عايزينها بقى. نجيب النسخة من هنا يا جماعة 6/34 او 32 زي ما احنا عايزين وهنختار البي سي. طبعا الملفات دي انا هحطها لكم جاهزة بس بوريكم بس طريقة التكريك قدامكم اهيت. الموضوع حصري من بدر الدكروري الميكروتك المنصورة اهو. ناخد الملفات بتاعت البي سي تنزل هنا يا جماعة.
طبعا ده الملف الواحد، احنا عايزين كذا ملفات اللي هي التانية. هنقول كليك يمين داونلود. تمام، عايزين الملفات ده اهي في السيرفر. نقول له 25 سيت بعد التحميل. الناس اللي بتقول ليفل 1 وليفل 6 والكلام ده كله والعدد الاكتف والاونلاين، انا بصراحة جربت اكتر من 30 و40 اونلاين اكتف، مفيش اي مشكلة وشغالة زي الفل. وهنشوف مع بعض ان شاء الله هو التكريك بتاعها، وانتوا ممكن تجربوها. بعد ما تجربوها ان شاء الله كل واحد بقى يقول تعليقاته وحط زي ما هو عايز. هنجيب مكان الملفات اهو، فكر ضغط مكان الملفات اهي. ناخد الملفات دي كوبي كده يا جماعة. هنفتح الانبوكس في الفايل، هنشدها جوه الانبوكس كده. هناخد ملفات نحطها باست فوق باست في المكان الفايل مكانه تظبط. بعد كده ان شاء الله هنعمل ريبوت السيرفر، هنستره. تمام، ان شاء الله اول ما النسخة ترجع تاني تفتح هنسمع صوت الصفارة بتاعت الجهاز، وان شاء الله نشوف النسخة قدامنا وتجربوها زي ما انتوا عايزين. عندنا نسخة 6/34 متكركة فيزيكال زي ما انت عايز، تعمل دمج تعمل توزيع زي ما انت حابب. هنفتح الانبوكس. طبعا يا جماعة الموضوع حصري، ما شفتش حد شرحه قبل كده فيزيكال. انا كنت شفت كله فيجوال ماشين، كله كان بيتكرر كده فيجوال ماشين. وانا كنت شغال كده فكرة. ان شاء الله جاتلي تعديل الكي بتاع المفتاح. هندخل تاني اهو، طلب مفتاح التفعيل. تمام اهو، هنقول له اوكي مفتاح، هنقول له ابديت. طلب ريبوت. كل دي خطوات سهلة يا جماعة. لما يفتح تاني ان شاء الله اسمع صوت الصفارة. يعني كده عملنا 3 ابديت، مرة في النسخة 25 اول مرة عملنا المفتاح الكي اللي احنا حطيناه، وبعد كده نزلنا النسخة تاني. الجهاز فتح معانا اهو. تمام كده يا جماعة النسخة اتكركت اهي. هنجيب النسخ تاني اهو. تمام، ان شاء الله هنيجي بقى نعمل ابديت فيلد لا يوجد، نستدعي اي كراك تاني اللي هو اللي كان بتاع 25 خطأ. يعني خلاص يا جماعة النسخة كانت اصلي، هنجيب نسخة تاني اهو. الكراك بتاعنا قديم خطأ، ما عادش قابلة ولا كراك تاني، خدت الكراك الاصلي من الموقع بتاعها واثبتت على ده. تمام، النسخة ما شاء الله اهي. سيستم سورس يا جماعة، رامات 512 انتل، كاش 2، الهارد 80، نسخة 34/29، التاريخ بتاع النهاردة 29 ديسمبر. مواصفات الهارد او الجهاز نفسه عشان بس زي التأكيد للناس. ده كده النسخة بتاعتنا اهي 6/34. طبعا ممكن اي تحديث او اي تعديل كله ما شاء الله في المفتاح. يعني الكي اللي انا هحطه لكم على النسخة هو ده اللي ان شاء الله بيكرر عليه بعد مجهود جامد ان شاء الله عملناه على السيستم. درايفر هنا كارتين النت، كيبورد والماوس USB، كارت النت 3 جيجا بايت. اوريكم بس مواصفات الجهاز، حتى هيقول لك ده مش مكاركة وجهاز مكاركة فيجوال. لا يا جماعة فيزيكال اهي قدامكم.
تبدأوا نفس الخطوات، وابعت لكم ملفات الشرح اللي احنا اشتغلنا عليها. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. باكيت سيستم ستريم درايفر. طبعا دي يا جماعة بتاعت الأجهزة الفيزيكال، مش موجودة طبعا في الراوتر بورد. مع بعض ونشوفها واحدة واحدة. سيرفيس سيستم ريسورس اهو، البي سي اي كود الراكبة. مع الصوت مفيش حاجة نفجوة خالص. شبكة البوردة النفيديا بتاعت الكارت النت، والانتل والكابل البروسيسور، ده البروسيسور، الهاردوير. طبعا زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. الناس بتقول لي الاكتف بتاعها ليفل 1 متستحملش اكتر من 3 و10. لا يا جماعة انا جربت على 30 واكتر ان شاء الله شغالة، وهسيبكم تجربوا الموضوع، واي حاجة تقف قدامكم ان شاء الله كلموني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم بدر دكتور.